أكشن تاني مرة من استوديونا. حبايبي شعبا وأرضا وجوا، أنا عايز كل اللي بيحبني ينزل يعمل اشتراك للقناة ويفعل زر الجرس ويخبط اللايك الجحد الفجر المتين. النهاردة يا ولادي أنا كنت بدور على الفيس كده وكنت بتصفح واشوف الكلام اللي انتوا بتكتبوه. لقيت كده يا ولاد بوستر نازل قدامي لكتاب جديد نازل في معرض الكتاب. كان اسمه باين مدمن ستروكس ولا ادمن مخدرات ولا بودرة. مدمن نجاح. ايوه يا ولد، مدمن نجاح. وشكل الكتاب عجبني من بره، وده مثال للهبد المصري في امريكا. ايوه، هو الكتاب ده ما ينفعش يتسمى الا كده. ايوه طبعا في هيصة وبوليكة وطبلة وشخاليل. فانا قلت انزل اشتري الكتاب زي ما كله نازل مشتريه عشان نشوفوا العجائب الهبد المصري في امريكا. نشوفوا فكرنا اتطور لحد فين. فانا بفتح كده يا ولاد، جت عيني على صفحة 72 وهي بتقول لك توت توت توت. مفيش حد بيرد. يمكن حسن نية ولا سوء نية باين. اتصلت تاني وتوت توت اطرز غلطوت. هو ايه اللي هو كاتبه ده يا ولاد؟ انا هتشل، انا هطلع من التربة تاني بكفالة. ايوه هو معروف ان الانسان المصري فشخ الواقع وعمل حاجات ما حدش يعملها في الدنيا، بس مش كده يا ولاد. الناس بتاكل بطاطا باين ولا حلاوه ولا ايه ان هي تسمع كلام زي ده. لا، وفي شعر كمان. اسمعوا الشعر يا ولاد. بيقول لك شلح هدومك يا زمان. قال لي زمان ارجع يا زمان ولا ايه يا ولد؟ شلح هدومك يا زمان واجري بعيد. انا ليا لسان وليا ودان وعين وليا ايد. ايوه ومهما تطفي فرحتي انا لسه وليد ولا عمر ولا هيثم. انا مالي يا ولا. الهبدجي في امريكا كاتب حاجات مش هتتخيلها. بيفكرني بالزعيم عادل امام طبعا، وهو بيقول الحلزونه يما الحلزونه خبيني يما يا الحلزونه انتحرت قبل ما تشوف الكلام ده. لو كانت شافته كانت انتحرت تاني وتالت ورابع يا ولاد. وكانت شقيانه وتعبانه وطلع ميتين. ايوه انتوا بتقولوا ايه يا ولاد؟ هتودونا ورا خالص، ورا الشمس. مشهد رومانسي في الشارع. انا قلت بقى هلاقي بوس واحضان وحاجات من اللي كله بيحبها. بيقولك من فتره كنت بتمشى على النيل وما ادراكم ما حلاوه النيل. الواحد كان بيمشي مبسوط يا ولاد ومرتاح. وكنت عطشانه. هو انا كنت بتمشى وكنت عطشانه. هو ايه يا ولاد؟ ايه ما تقولوا. وبعد ما كنت عطشانه لقيت واحد وواحده قاعدين هناك معاهم ازازه ميه. شفت التطفل اللي انا فيه بقى؟ اروح اشرب منهم، اللي هو يقول لي الميه فيها. المهم طرقوها ومشت والحال مش نافع وانتوا هتجيبونا ورا. ايوه النفسية الهباب رقم 5 بهيج. مش أنا يا سافل، ده صاحب الأنتيم اسمه بهيج ونال من اسمه حظ كبير يا ولاد. لقينا على طول متفائل. التفاؤل والسعادة والبساطة والكلاماطة وكله. أيوه بهيج انك لما تقول له انك سقطت يرد عليك ويقول لك عادي. اللي ما نجحش السنة دي ينجح السنة الجاية. ده في شرع مين ده يا ولاد؟ انت عارف لو انت قلت لواحد صاحبك ان انت ما نجحتش السنة دي تنجح السنة الجاية وهو متفائل، هيروح البيت هيلاقي ابوه هيعلقه على الشباك يا ولاد. وده الشعب المصري. ايوه انتوا بتقولوا ايه؟ ويقول له حبيبتك باعتك بعد 10 سنين. بيقول له اللي راح قرد يجي غزاء. بيفكرني بالاستاذ حمو بيه لما قال يا ولاد الحلال انا لسه غزال وبجري ورا العيال. ايوه الشعر الحلمنتيشي اقراه وبعد كده ما تجيليش. ايوه اقعدوا بالعافيه.